Malheureusement, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que le petit garçon s'était perdu? Est-ce qu'il est tombé dans l'eau? Est-ce que les gens étaient partis se baigner? Pourtant, en fait, qu'est-ce que ces personnes-là faisaient dans ce secteur alors que la baignade est interdite? Toujours est-il que c'est un geste héroïque qui s'est terminé de façon complètement tragique. Là-dessus, voici une bien triste histoire. Vers 11 h lundi matin, après d'intenses recherches, les plongeurs de la Sûreté du Québec localisent la victime. Finalement, 30 minutes plus tard, le corps est repêché. C'est certain que les émotions sont là. C'est un travail, on comprend très bien que le principe, c'est de récupérer pour nous la personne pour leur donner à ses proches. L'homme de 53 ans, selon toute vraisemblance, s'est noyé après avoir tenté de sortir son enfant des eaux la veille. Vers 16h30 dimanche, cette patrouilleuse reçoit un appel pour un garçon de 5 ans en difficulté dans l'eau. On a nagé pour aller le chercher, on l'a sorti. Le petit garçon, il respirait, il était correct, donc on l'a mis sur le bord de l'eau. Puis on a été chercher l'autre homme, que lui était inconscient. Qu'est-ce qui s'est passé? هو الاخ بلاحة صديق واخ عزيز علينا بزاف. للاسف يعني وفاته المنيه في ظروف يعني كانت صعبه جدا. حنا ما تقبلناش يعني ما صدقناش الوفاه ديالو. هو انسان رجل طيب صراحه، كلمه حق تقال في هذا السيد. هو رجل طيب، رجل كريم ذو اخلاق عاليه، واحد الانسان اللي يعني وهب حياته وهب وقته للمسجد ولا اعمال الخير. نسال الله سبحانه وتعالى انه يثبتو في القبر ديالو. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل كاع شي دار في ميزان الحسنات ديالو. الله يثبت العائله ديالو. هادشي اللي نقدر نقول. يعني ما نقدرش نوصف انا الاخ بلاحة هو انسان يعني اخ عزيز. لا اله الا الله. الأخ بلاحة وعلى كل حال عرفته في المسجد، وأول مرة كي دخلت المسجد هذاك لقيته إنسان يعني ناشط في المسجد، وهو اللي قام يعني جالية يعني شغل رحب بيا في المسجد وكذا، وإنسان ديما يخدم الجالية. اخر نشاط داروا تاع العيد هذايا يعني دار للدراري صغار بمناسبه تاع العيد الصغير اللي فات، دار لهم يعني نشاط ودار لهم هكذاك يعني يعني حاجه مليحه دارها الدراري، والحمد لله كانوا الدراري في هذاك الحفل هذاك اللي دار لهم في المسجد كانوا فرحانين. يعني توجور يعني يعمل الجاليه، توجور اللي ما نساش الاخ بلاحة كان توجور سوريا، يعني جنبك ليه توجور بالضحكه ديالو والسوريه تاعو، اللي توجور بري باش يعاون وباش يسمع. ربي يرحمه ان شاء الله. يعني هذا الخبر تاعو على كل حال كان طاح علينا كما يقولوا صدمه. ربي يرحمه وان شاء الله يكون من اهل الجنه ان شاء الله. السلام عليكم. انا الاخ توفيق، انا صديق تاع بلاحة الله يرحمه، وكان صديق طيب ما شاء الله يا خويا في كل النواحي. على كل حال كان دين بزاف ما شاء الله. كان داخل في اللجنه معنا في المسجد تاع بدر تاع بيرونجي لاكورداب، وكان كل صباح مسكين كان مور الفجر غير نصليو الفجر كان يجيب فطور الصباح، هو يطيبو هو يعملو هو يواسي كلش كاع المهمات تاعو، ويجيب لنا مسكين ويحطمنا. وكان كيف قايم في المدرسه، كيف عندنا مدرسه في المسجد، عندنا مدرسه تاع قراءه القران ولا قراءه اللغه العربيه، وكان داخل هو معنا مبارك الله ما شاء الله الله يرحمه. كان انسان. هذه شهاده لخونا بن عيسى، نشهدوا له انه كان انسان مصلي، كان بشوش مضياف يفرح، غادي يترك واحد الفراغ غير ربي يعلم به. كانت صدمه بالنسبه لي. فطرنا مع بعض في رمضان، عرضنا وان شاء الله نتمنى الله سبحانه انه يكون من الشهداء الغريق في سلك طفل صغير ان شاء الله باذن الله. نتمنى انه يكون ان شاء الله يا ربي تقبل منه. الله يصبر ان شاء الله الاهل، والله يغفر لنا والله يلحقنا بهم مسلمين ان شاء الله. بارك الله فيكم. هذا التيمونياج الاخ بن عيسى الله يرحمه. واش عرفت عليه انا كان انسان هذيك هادئ، يتكلم يعني برزانه وعنده اخلاق. ان شاء الله ربي يتقبل عنده من الشهداء.
بلاحة أخونا في الله لا نعرف عنه إلا خيرا، كان إنسان يحب لا خير، إنسان كان من المنظمين في المسجد ونعرفه يعني في المسجد، كان دائما في المسجد ودائما يقوم على أمور الإخوة في المسجد ويعين الناس عموما. نسأل الله عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله وأن يجعله من أهل الجنة إن شاء الله. نحن موجودين هنا بأمام مسجد التوحيد بمدينة مونريال، أين قامت صلاة الجنازة على المرحومين الأستاذ ملوى بلاحة والمرحوم نولي بن عيسى. الأستاذ بلاحة كان أستاذي أيام دراستي بالإكمالية بمدينة وهران، بالضبط بإكمالية حي اللوز، وتشاء الأقدار على أن نلتقي في كندا، ومع الأسف يعني لم تكن يعني ما التقيناش كثيرا هنا في مدينة مونريال. تشاء الأقدار على أنه ينتقل إلى الرفيق الأعلى. فكما تشاهدون الجالية الجزائرية والمغاربية بصفة عامة مجروحة جدا، يعني تعيش هذه اللحظات بحزن عميق، ولكن هذا هو قضاء الله وقدره. كما شاهدنا مع بعض الشهادات الحية لأصدقاء الضحايا، فما يمكن خلاصة قوله على أن من يريد أن يؤنس هذه العائلتان التي يعني أصبح الآن يعني الأرملتين يعني الموجودين في مدينة مونريال، فمن يريد أن يساعد هذه العائلات عليه أن يتقرب إلى جمعية المركز الثقافي الجزائري هنا بمدينة مونريال على العنوان الذي سوف يظهر لكم على الشاشة. تحياتنا.